عمرك شفت سمكة بتاكل ستيك؟ بس قبل ما تلحق تاخد أول قضمة، سمكة أصغر جنبها خطفته منها. البطريق شاف اللي حصل، على طول جات له فكرة ذكية يسرق بيها شوية سمك. لون غطى البرميل عشان يخليه شبه ستيك. بسرعة اتلمت شوية سمك جعانة، بس السمكة الصغيرة دي راحت واكلت اللوح الخشب نفسه. البطريق اتعصب وغطس وراها في المية. الأسماك اتخضت وجريت تدور على أسد البحر عشان يساعدها. البطريق عمل نفسه بيحيي أسد البحر بأدب، وبعدين نصبه، وبعدها رجع يسرق سمك. ولما شاف أسد البحر طالع يجري وراه، هرب بسرعة من الشباك. حاول ياخد برميل السمك كله معاه، بس أسد البحر وقف له الطريق. بعدها البطريق نط جوه البرميل نفسه. البطريق زج البرميل من فوق الجرف. أسد البحر اتهرس في لحظة. بعد ما فاق، أسد البحر رجع يجري عشان ياخد حقه، بس البطريق كان مستعد. أسد البحر الغضبان هجم عليه بلوح خشب، بس استخدم قوة زيادة، فخبط نفسه ودخل جوه الفرن. أول ما رفع غطا الفرن، البطريق بسرعة حط غلاية على دماغه، وقبل ما يلحق يتحرك، البطريق لما شوية فحم مولع ورماهم جوه الفرن. الفرن بدأ يطلع حرارة شديدة. أسد البحر ما قدرش يستحمل، مسك مؤخرته وطار من السقف ونط في البسين بره. البطريق استغل الفرصة وبدأ يشيل السمك في البرميل، بس أسد البحر كان عامل حفرة في القاع وهرب مبسوط مع قطيع السمك بتاعه. ويبان إن اليوم خلص والبطريق جعان تاني.